فيلمنا بيبدأ في مدينة نيكولاي في روسيا مع تشاك، وبيبقى سنة 1995، وهو شخص مسؤول عن كشف الأخطاء وحلها في شركة فيديكس الدولية، ودي بتبقى شركة لخدمات الشحن السريع، وبيكون موجود في مخزن من مخازن الشركة، وبيحل مشكلة التوصيل اللي بيتأخر على العملاء. بيتصل بكيلي مراته علشان يطمن عليها، وبيقول لها إن هو قريب هيكون عندها ويقابل صديقه. ولما بيقابل صديقه بيعرف منه إن مراته مريضة بالكانسر، وبيقول له انه هيديله رقم دكتور كويس هيقدر ان هو يعالجها. وبتتحرك الطيارة بكل الطرود اللي فيه، وبيوصلوا المنفذ بسلام. وبيتصل بمراته ما بتردش، فبيروح لها على شغلها، وبيتقابلوا وبيرجع معاها البيت. وبيجي يوم الكريسماس وبتتجمع كل العيلة سوا، لكن بتجيله رسالة رحلة طيران طارئة، وبيقعد مع مراته علشان يعيد جدوله. وبتقوله إن أهم حاجة يكون معاها في السنة الجديدة، وبتوصله للمطار وبتديله ساعة بتكون فيها صورتها، وبتقوله إن دي كانت بتاعة جدها، وهو بيديلها علبة مغلفة وبيقولها تفتحها في البيت أو في السنة الجديدة. وبيودعها وبتتحرك الطيارة بالبضائع، وبتعدي من فوق المحيط الهادي، بس للأسف بتتعرض لمطبات هوائية بس بتبقى بسيطة. وبيدخل علشان يغسل وشه، وفجأة بتتعرض الطيارة لمطبات قوية بينتج عنها انفجار المحرك بتاع الطيارة. وبيحاول الطيار المساعد على قد ما يقدر إن هو يساعد تشاك، وبيديله جهاز التنفس الصناعي. وبتفضل الطيارة تقع بسرعة شديدة، وبيلاقي إن الساعة بتاعت مراته وقعت قدامه، وبيحاول ان هو يوصل لها قبل ما يلبس سترة النجاة. وبيشوف قدامه مساعد الطيار وهو واقع على الارض بسبب خبطة جامدة في راسه. وبيشوف من شباك الطيارة ان البحر بيقرب بسرعة جدا جدا، وبتتدمر الطيارة في المحيط الهادي، وبتغرق الطيارة بكل ما فيها. وبيفضل في المركب الهوائي وفي نص البحر وسط العاصفة اللي كانت السبب في تدمير الطيار. بيفضل قاعد في المركب بتاعته لحد ما بيخبط في صخر، وبيبص يلاقي ان هو وصل لجزيرة مهجورة في وسط البحر. وبيفضل نايم في المركب بتاعه لحد ما النهار بيطلع، وبيشوف جهاز الرسائل بتاعه وبيلاقيه بايظ، هو والساعة اللي اديتها له مراته. وبيلاقي ان على شماله كده طردين من الطيارة موجودين على الشنط، وبيفضل يتمشى في الجزيرة على أمل إنه يلاقي حد. وبيفحر في الرملة كلمة هيلب أو مساعدة، يمكن أي حد يشوفه ويجي ينقذه. وبيجي عليه الليل، وبيتخيل إن هو بيسمع صوت حاجة وراه ماسكة خشب. وبيفضل قاعد كده لحد ما بتروح عليه نوم. وبيجيله تاني يوم بيلاقي إن منسوب المية بقى أعلى وغطت نص الكلمة اللي كان كاتبها. بيحاول إن هو يكتب كلمة المساعدة بالشجر علشان تبقى أوضح لأي طيارة تعدي. وبيفضل يلم الطرود اللي بيلاقيها على قد ما يقدر، ويلم الشنط. وبيلاقي جوز هند كده وقعت عليه، وبيفضل يحاول ان هو يفتحها ويكسرها لحد ما اخيرا بينجح ان هو يفتح واحدة ويشرب اللي فيها. وبيكمل مشي في الجزيرة، بيخترع له حاجة يلبسها في رجله علشان ما تتعورش رجله من كتر المشي. وبيحاول يتشاك ان هو يوصل لأعلى نقطة في الجزيرة، وبيلاقي جثة الطيار بتاع طيارته، وبيقرر ان هو يسحبه للجزيرة ويدفنه ويستفاد بجسمته. وبيلاقي كمان معاه كشاف، وبيبدأ تشاك انه يتأقلم على حياة الجزيرة، وبيحاول ان هو يجمع مية المطر في جوز الهند، وانه يصطاد السمك من البحر علشان يقدر ياكل. وبيشوف في نص الليل ضوء سفينة بعيدة، وبيحاول ان هو ينده وانه ينور لها بالكشاف بتاعه لحد ما بيجي الصبح. وبيقرر ان هو ياخد المركب بتاعه ويتحرك عليه، لكن موج البحر بيمنعه انه يكمل طريقه. وبيفضل يرجع للشط تاني لحد ما موجة كبيرة بتقلب المركب بتاعه وبتنزله على أعشاب في البحر، وبتتقطع المركب وبتجرحه في رجله. وبيضطر إن هو يرجع من تاني للجزيرة، وبتتشد عليه العاصفة تاني، وبيستخبى في كهف في الجبل. وبيشغل الكشاف بتاعه، وبيلاقي قدامه حبة مية بسيطة بينزل يشرب منها، وبينام من كتر التعب وبينسى الكشاف مفتوح. وبيطلع عليه الصبح وبيكون الكشاف حجارته للأسف خلص، وبيخرج من الكهف وبيروح للطرود اللي جمعها، وبيفتحها على أمل إنه يلاقي فيها أكل وشرب أو أي حاجة تفيده يقدر يستخدمها. وبيلاقي في الطرود شرايط وهدايا ملفوفة عبارة عن كرة يد وجزمة تزحلق على الجليد. وبيجي لآخر طرد، وبيقرر ان هو يسيبه زي ما هو من غير ما يفتحه، وبيقدر ان هو يستغل الحاجات اللي لقاها في تسهيل حياته. وبيلف حبل الجزمة على الجرح، وبيستخدم حرفها لفتح جوز الهند. وبيحاول ان هو يصطاد الاسماك، وبيفضل طول اليوم ان هو يحاول انه يولع النار، لكنه بيفشل وبيجرح ايده بالغلط.
وبيتعصب على حاجات حواليه، وبيمسك كرة اليد وبيرميها بعيد، وبيغسل ايده في البحر وبيلفها بقماشة. وبعد ما بيهدى بقى بيبص للكرة اللي جنبه، بيلاقي ان ايده علمت على شكل وش، وبيعمل لها عينين وبق ومناخير كأنها وش إنسان بالظبط، وبيحطها قدامه وبيكلمها على أساس إن هي صاحبه، وبيقول لها إن هو بيحاول يولع نار من زمن، وبينجح بشكل رهيب إن هو أول مرة يولع نار، وبيولع نار في القش، وبيكون مبسوط جدا، وبيقدر ان هو يزود النار ويولع في الخشب، وبيفضل يرقص حوالين النار من شدة سعادته، وبيشوي كابوريا على النار وبيقعد ياكلها هو وصديقه الكورة اللي اطلق عليه اسم ويلسون. وبيحس بألم شديد في ضرسه، لكن بيكمل أكل برضه، وبيشرح إن الطيارة اللي كانت مسافرة في مسار معين وبسبب قوة الرياح في الجو ده انحرفت تماما عن مسارها، وإن هم ملحقوش يبلغوا برج المراقبة، فمحدش عارف احنا فين، واحتمال كبير جدا محدش يلاقينا. وبيزيد ألم ضرسه بطريقة مؤلمة جدا لدرجة بتمنعه إنه يكمل الأكل. وبيقول له ويلسون إن هو كان يتمنى لو كان بقى دكتور كان ساعتها قدر إن هو يساعده ويخلع له ضرسه، وبيضطر إن هو يخلع ضرسه في سن الجزمة علشان يتخلص منه، وبيطير ضرسه لكن بيغمى عليه للأسف من شدة الألم، وبيفضل على الجزيرة مغمى عليه. وبيعدي 4 سنين وبيكون شكله اتغير تماما 180 درجة، وبتكون مهاراته في الصيد هي كمان اتغيرت، وبيبقى بيصطاد بكل سهولة، واتأقلمت حياته على الكهف وعلى العيش في الجزيرة. وفي يوم من الأيام بيلاقي باب كابينة كده موجود على الجزيرة، وبياخده وبيفكر إن هو ممكن يعمل بيه كده زي شراع لمركب، وبيكون ويلسون معاه وبيقول له ايه رأيك في الباب ده، ممكن يساعدنا؟ وبيكسر النخل اللي حواليه عن طريق سن الجزمة، وبيبدأ في تصميم المركب بتاعه، وبيبقى قادر ان هو يحسب الشهور اللي فيها مد وجزر في الرياح علشان يختار افضل وقت قياسي للابحار بمركبه. وبيرجع الكهف مع ويلسون وبيقول له ان مفيش اي خيار قدامه الا فكرة المركب بتاعته، وانه مش عايز يموت على الجزيرة لوحده وهو بيكلم كرة طايرة، فبيتعصب وبيضربه وبيطرده بره الكهف. ولكن بعد شوية ما بيقدرش ان هو يقعد من غيره، وبيطلع يدور عليه وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيلاقيه وبيعتذر، بيقوله ان هو كان غلطان في حقه، وانه مش هيعامله بالطريقة دي تاني، وانه محتاجه معاه في عملية الابحار. بيجي تاني يوم وبيجهز المركب بتاعه، وبيكون لسه متحفز للمشوار ده، وبيبقى محتفظ بصندوق البريد لو تفتكر زمان اللي رفض ان هو يفتحه لانه كان متمسك بالامل قوي ان هو يرجعه لصاحبه، وانه ممكن يقدر في يوم من الايام يوصل الطرد ده. وبيستنى لما الرياح تيجي في نفس اتجاه ابحاره، وبيكتب على الصخور ان قضى على الجزيرة 1500 يوم، وانه قرر يهرب من الجزيرة علشان يروح لمراته. وبيبدأ بالتجديف بالمركب بتاعه ومعاه صديقه العزيز ويلسون، وبيحاول ان هو يعدي الموج لحد ما بتيجي موجة عالية بترفع المركب، وبيرفع باب الكابينة وبيستخدمها كأنها شراع علشان تساعد الهواء انه يعدي الموجة الكبيرة دي. وبينجحوا ان هم يعدوا الموجة دي وبيكملوا ابحار، وبيشوف الجزيرة وهي بتختفي واحدة واحدة من قدامه. وبيكون مجهز جوز هند علشان يحتفظ بالمطر علشان يشربه على مدار الوقت. وبيقضي أيامه في البحر، وبيشوف سرب حيتان معدي من جنبه، وبيبقى أكله كله من البحر. وبيشتد الجو جامد، وبتزيد العاصفة عليه لدرجة إن هي بتخلع شراع المركب اللي هو كان باب الكابينة، وبيحاول إن هو يتمسك بالمركب على قد ما يقدر. وبتهدى العاصفة وبينام تشاك، ولكن لما بيصحى ما بيلاقيش ويلسون، وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيلاقيه بعيد عن المركب بمسافات. بينزل في البحر وبيحاول ان هو يوصله، لكنه بيخاف ان المركب تبعد عنه وما يقدرش ان هو يرجع لها تاني. وبيفضل يصرخ وينادي بطريقة بشعة وهو في قمة الحزن. وبيشوف صديقه ويلسون وهو بيبعد عنه خطوة بخطوة، وبيودعه وبيتأسف وبيقوله انه مش هيقدر ينقذه. وبيفضل نايم على مركبه وهو بيعيط ان هو ما قدرش ينقذ صديقه العزيز. وبيفضل نايم لحد ما بيلاقي ان في سفينة معدية من جنبه. وبنروح بقى لكيل اللي بيجي لها تليفون وبتعرف ان جوزها عايش لكن مغمى عليه من الصدمة. وبتعدي 4 شهور كمان لحد ما بيرجع لطبيعته، وبيكون صديقه في الطيارة وهم راجعين، وبيقول له كيلي كانت مضطرة ان تعيش حياتها، وان هم عملوا له جنازة ودفنوه، وكل واحد مع معارفه حطوا له حاجة خاصة في القبر كده. ويبقى حزين جدا
لوفاة مرات ستان، وإنه آسف لأنه ما كانش جنبه لحزنه على وفاتها. وبيوصل المطار وبيلاقي احتفالات عاملاها شركة فيديكس بمناسبة رجوعه، وبيكون تشاك مستني إنه يشوف مراته كيلي وسط كل الموجودين، لكن بيجيله واحدة إنها بتعتذر لأنها مش قادرة تشوفه، وإن اللي حصل صعب عليها، وإن هي بتحاول تفوق من الصدمة اللي هي فيها. وبيسيبه وبيمشي، وبيبص تشاك من الشباك وبيشوف مراته وهي منهارة من العياط ومش عارفة تتصرف ازاي في الموقف اللي هي فيه. وبتركب عربية جوزها وبتمشي وبتعمل حفلة بسيطة كده في أوضة الفندق بتاعه مع كل زمايله اللي في الشغل، وبيرحبوا بيه جدا. وبتنتهي الحفلة البسيطة وبيتبسط بشكل كمية الأكل اللي قدامه والولاعة اللي بتولع بها النار بكل سهولة. وبيجي الليل وبيفضل باصص للساعة بتاعته اللي هي بتاعت كيلي اللي فيها صورتها، وبيقرر ان هو يروح لها البيت. وبيركب تاكسي وبيفضل قدام البيت متردد ان هو يخبط، وقبل ما بيضرب الجرس بتفتح له كيلي وبتقول له انها ما نامتش وسمعت صوت التاكسي اللي هو جاي فيه، وبتدخله بيتها وبتاخده فورا بالحضن. وبيدخل بيتها وبيشوف صور بنتها وبيعرف ان هي اتجوزت وخلفت كمان. وبيسألها عن رسالة الدكتوراه بتاعتها، وبتقول له انه بعد تحطيم الطيارة بتاعته كل حاجة في حياتها وقفت، لكنها ناوية تكملها قريب جدا. وبيقول لها ان هو جاي مخصوص علشان يديها الساعة بتاعتها. وبنروح وبنلاقي فيه ورق كتير كده، وبتقول له ان الورق الخاص بحسابها عن مكان سقوط الطيارة من ساعة اختفائه. وبتوري له خريطة فيها شريط الطيارة ومكان تحطمها ومكان جزيرته ومكان السفينة اللي فضل على مركبه مسافة 500 ميل لحد ما السفينة أنقذته. وبتاخده للجراج بتاعها وبتقوله إن هي ما قدرتش تبيع العربية وفضلت محتفظة بيها بسبب الذكريات اللي كانت بينهم مع العربية دي. وبيطلب منها ان هو يسوق العربية، وبيتأسف لها ان هو اتأخر عليها جدا. وبياخد العربية وبيمشي، وبتجري كيلي وراه بتناديله وبتحضنه وبتقوله ان هي كانت متأكدة ان هو عايش وانها لسه بتحبه لانه حبها وما تقدرش تنساه ابدا. وبيركبها معاه علشان ما تفضلش واقفة في المطر، وبيقول لها ان هو لازم يرجعها بيتها ولعيلتها. وبيودعها وبيروح لصديقه وبيحكي له عن ايامه في الجزيرة، وانه في مرة ضعف وقرر ان هو ينتحر ويشنق نفسه، وطلع على جذع شجرة عالية ولف الحبل على رقبته، لكن الجذع اتكسر وما قدرش ان هو يموت نفسه. وساعتها حس ان ميعاده لسه ما قربش، وانه لازم يعيش ويكافح اكتر لانه كان واثق ان كيلي مستنياه. ودلوقتي هو مش ندمان على وقته اللي قضاه في الجزيرة، لانه على الاقل كيلي كانت معاه في كل حتة، وانه ناوي ما يضيعش وقت تاني ويستغل وقته كويس. وبيقرر ان هو يودي الطرد اللي معاه لصاحبه وللعنوان اللي مكتوب عليه. وبيوصل فعلا للعنوان ولكن ما بيلاقيش حد في البيت، وبيسيب الطرد المقفول على باب البيت وبيكتب رسالة ان الطرد ده هو اللي انقذه، لكن كان بيديله الامل في الحياة وانه هيجي يوم ويقدر يوصل لصاحبه. وبيسيب الطرد والجواب على البيت وبيمشي، وبيقف في مفترق الطرق وبيقابل واحدة وبتقوله ان شكله تايه، وبتقوله ان كل اتجاه في مفترق هيوديه لمكان مختلف، وبتقوله ان واجهت كل طريق فيهم وبتسيبه. وبيشوف على عربتها نفس العلامة اللي على الطرد، وبيعرف ان هي صاحبة الطرد. وبيقف في مفترق الطرق علشان يقرر هياخد انهي طريق فيهم علشان يكمل طريقه بعد تسليم الطرد الوحيد اللي اتبقى معاه بعد ما الطيارة وقعت. بس كده يا سيدي، وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تحط لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان فيديوهاتنا تكبر بيكم اكتر واكتر. بس كده، سلام.